السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسينو سبورتس. فيديو اليوم سيكون بعنوان: هل يقترب وليد الركراكي من الرحيل عن الأسود واسم جديد يطرح لخلافته؟ هل يقترب وليد الركراكي من الرحيل؟ اسم جديد يطرح لخلافته في الأسود. في التفاصيل: مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026 تتزايد التكهنات بشأن مستقبل المدرب الوطني وليد الركراكي مع المنتخب الوطني، خاصة في ظل تذبذب أداء أسود الأطلس خلال بعض المباريات الأخيرة. ورغم استمرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في دعم الركراكي رسميا، فإن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى أن خيارات بديلة قد تكون مطروحة في حال لم تتحسن النتائج خلال الاستحقاقات المقبلة. أحد الأسماء التي بدأت تتردد بقوة في هذا السياق هو المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، والذي صنع لنفسه اسما بارزا في الدوري الجنوب إفريقي من خلال قيادته الناجحة لنادي أورلاندو بيراتس. ريفيرو المعروف بأسلوبه التكتيكي القائم على الاستحواذ والضغط العالي تمكن من تحقيق عدة ألقاب محلية، مما جعله محل اهتمام بعض الجهات التي تبحث عن مدرب قادر على المزج بين تطوير اللاعبين الشباب وتحقيق نتائج إيجابية. ورغم أن الجامعة الملكية المغربية لم تعلن رسميا عن أي نية لتغيير الجهاز الفني، إلا أن مصير الركراكي قد يكون مرهونا بالأداء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس إفريقيا 2025. فإذا لم ينجح في استعادة بريق المنتخب المغربي، فقد يكون البحث عن بديل أكثر خير في إدارة المنتخبات خيارا واردا في الوقت الحالي. يواصل وليد الركراكي عمله على رأس الجهاز الفني، محاولا إعادة الانضباط والتوازن إلى الفريق، بينما تظل التكهنات قائمة حول مستقبله في انتظار ما ستكشف عنه نتائج أسود الأطلس في الفترة المقبلة. نتمنى كل التوفيق للإطار الفني وللمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات المقبلة. شكرا لكم على المشاهدة والدعم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.